بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا هعمل ايه؟ هعمل صينية بطاطس. تمام. البطاطس اهي قطعتها. انا بحب اقطعها بالطريقة دي، ما بحبش اقطعها حلق. وعملت لها ايه بقى؟ عملت لها بصل مع فصين توم مع شوية ملح مع شوية فلفل اسمر. هي دي التوابل. تمام. وادي الطماطم انا حطاها اهو، حطيت معاها معلقتين صلصه، حورت معلقتين الصلصه في شويه زيت، ورحت ايه حاطه الطماطم هغليها بس، وهبدا اشتغل بيها احطها على البطاطس. وادي الفراخ طبعا نقعتها وغسلتها كويس قوي 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 قوي، واهي اتسلقت اهي، وهبدا انشلها. تمام. خليكم معايا، هعمل جنب الاكله دي شويه رز بشعريه. خليكم معايا. هنشيل الفراخ وادي البطاطس اهي، هبدا اقلب معاها البصله مع فصين الثوم. تمام كده بتاكلي احلى بطاطس ني في ني. اولا ما تتعبش المعده وتبقى هاديه كده وحلوه. تمام. خليكم معايا وصلوا على رسول الله، اعملوها بطريقتي دي جميلة. انا طبعا ما بدأتش الفيديو وانا بقطع وبعمل البصل والثوم علشان ما اطولش عليكم. تمام. خلاص اهي هبدأ ايه الطماطم اهي هتغلي، وهبدأ احطها عليها واحط معاها شوية شوربة وارفعها على النار من فوق، وبعد ما تستوي احطها تاخد وش تحت الشوايه. صعبة دي؟ مش صعبة طبعا. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على رسول الله. وده كان الشكل النهائي لأكلنا النهاردة. ادي رز بشعرية، وادي صينية البطاطس، وادي الفراخ. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.